Gdzie wejdę?
كنا بندفع ضريبة البلد. يعني اللي بيحبسوه سياسيا بيهدوا له بيته، اللي بيهدوا له بيته بصدروا له ارضه، ما فيش حدا بيسلم يعني. الاسم وائل سعد الله شحاده الطحان، انا من راس العمود، من وادي قدوم، طريق بيت لحم القديمه. انا عندي هون بيت متكون من طابقين، كل طابق 200 متر، طابقين، وبعيش فيه انا و11 ولد، طبعا اللي هم 11 نفر من اولادي، ومع زوجتي وزوجتي الثانيه طبعا. وفي عندي اخي الكبير كمان عنده بيت برضه قدامي ب10 متر بعد عني، هو واولاده تقريبا 7 انفار. وفي كمان اخوي الثالث بعيش معي بالطابق التحتاني، عنده تقريبا سكنه له تحت 100 متر معي، وكمان ابني الكبير، وكمان بنتي عايشه معي هي وجوزها ساكنين معنا. وكمان في عنا هنا اللي هو مستأجر ساكن عنا، وهنا عمالهم اجونا، واحنا بنيين بيت هون من 92 اخر 92، وعمالنا اليوم اجوا اليوم الجرافات والشرطه طبعا، وناس اطلعوا الاغراض العفش وضل جزء منه جوا، واطلعنا اللي اطلعناه، وعمالها الجرافات بتهدلنا في البيت، وهينا عمالنا بنستنى بنشوف شو بده يصير معنا. طبعا هذا الاشي انه انا عمالي بعاني من سنه تقريبا 94 93، بعاني من انه اطلع رخصه للبيت تبعي وبيت بيتي، انه ارخص ويكون عندي رخصه، مش عمالهم بعتوني، خالفونا اكثر من مره، وتاجيل، وبالاخر قالوا لي يا بدنا نخالفك 100,000 شيكل، وبعد سنه بدنا نيجي نهدلك. وقلت له انا ما يعني حكي مستحيل هذا اللي بتحكيه انت، تخلفني 100,000 شيكل وبعد سنه تيجي تهدل لي، مش منطقي اللي بتحكيه. انا اقل ما فيها بستحق الرخصه، لانه انا الي هون تقريبا ما يقارب ال 30 سنه، لانك انت اللي عايش بتمدد فيه لك 30 سنه، انا مش مستاجر منك، انا هون صاحب ملك، صاحب ارض، صاحب بيت بنيته، انا اعطيني رخصه ارخص، وما رضي يعطيني وخالفني مخالفات، وبالاخر النتيجه صارت تفاجئنا انه عمالهم بيهدموا لنا، وانك تروح انه احنا عايشين مدينه القدس بنعاني من شيء اسمه هدم، ما هدم الي عوض على الله، شو بدنا نسوي؟ الحمد لله على كل حال. محمد